ابنك أخد كل التطعيمات؟ طبعا. طيب فلوسك؟ في الطب التطعيمات مش رفاهية، دي حماية من طعم الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة والجدري والالتهاب الكبدي وهكذا. محفظتك المالية بقى نفس المنطق، لازم تطعمها ضد الأزمات قبل ما تحصل. شفت ناس كتير اتصدموا في 2020 لما الكورونا ضربت، وناس اتصدموا لما سعر الدولار طار، وناس فقدت مدخراتها أو قيمة مدخراتها بمعنى أصح بسبب التضخم. ليه؟ ما كانوش متطعمين. معانا 5 تطعيمات مالية أساسية. الأولى تطعيم ضد التضخم، المرض فلوسك في البنك وكل سنة قوتها الشرائية بتقل. تطعيم ذهب تاريخيا بيحافظ على القيمة بتاعته، فالجرعة المقترحة ليك من 30 ل 50% من المدخرات تحولهم لذهب. التطعيم الثاني معانا هو التطعيم ضد انهيار العملة. عملة بلدك بتفقد قيمتها فجأة، يبقى التطعيم أصول ثابتة غير مرتبطة بعملة واحدة. زي الذهب سعره عالمي، الجرعة بتاعتك جزء من أصولك في استثمارات عالمية من 10 ل 20%. التطعيم الثالث معانا اللي هو التطعيم ضد تقلبات السوق. المرض تحط في كل فلوسك في استثمار واحد، ولما السوق ينهار تخسر كل حاجة. التطعيم هو التنويع، جزء ذهب جزء نقد جزء استثمارات تانية. التطعيم الرابع وهو ضد الأزمات الشخصية، المرض في حالة طوارئ وما عندكش سيولة، فالتطعيم بتاعه هو صندوق طوارئ يغطي 3 شهور من مصاريفك. التطعيم الخامس والأخير معانا هو التطعيم ضد الجهل المالي، المرض قرارات مالية بناء على شائعات أو عواطف. التطعيم هو تعليم المستمر، ساعة أسبوعيا تعلم نفسك. في الطب بنقول الوقاية خير من العلاج، وفي عالم المال الحماية وإدارة المخاطر خير من الندم. محفظتك لازم تكون متطعمة بالكامل، ذهب نقد أصول متنوعة صندوق طوارئ وعقل واعي. ما تستناش الأزمة تحصل، خليك جاهز ليها من دلوقتي. علق برقم التطعيم اللي ناقص عندك في التعليقات.